الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما غني، وقادني إليه بالتحلي من بعد ما أسب بالتخلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا، على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع، وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إلى سواك خسرت لما لم أجد سرواك، فجدت لليوم بخير منني وقلتني إلى اقتفاء السنن. من بعد ما كان امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس، وكدت للأمداح والإقراء أزهد في التعريف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل، وببنيه وبناته معا ليشفعوا فيها سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم، يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون. يا مالكي يا خالق الأنام هم الهوى يقلل المنام، يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي، منك أروم يوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا، وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هؤلاء قريب، لرب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم، وللشفى الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم، وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ولقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية، وقي عزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا، وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة، وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة. صل على أبيهم والآل وصحبه وليستجب سؤالي، وكل أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر، ونجني ربي وآل داري هنا وفي غد من الأكدار، ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في قبر البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا، هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار، واجعل حجابا بيننا وبين
كل أذى ودفع عنا العين يا الله يا نصير يا جليل إني حقير مودم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منى وأملي يا من على المكان والعرض إني ساكن هنا وفي مرض وكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مثل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أوزارا فنجيه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي يا وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذاي يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيول صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء وتكف عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان وتكف عني كل شخص لم يرد وجاك فاصرفه سريعا يجرد وتزرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفي وأعلني وأعل من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفي عنك دين وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دهبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ترا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاهك اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ودفع عنا كذبا ولهوا
وتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دربا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مغفلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وزد قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصحين وصلي الأزكى صلاة دافعة عنا وباء من جلال مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر القلب وزدني حياة وأعيني في طاعة يا رب يا واجعل يميني كصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق ولي يجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولي سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيق اليعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاء كل من إليك ينسب قبلي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتخلقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لله وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا بر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكن حسن الحسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاحي وشر ما يطير ذا جناحي وشر من يجلس بالكلام
وشر ذي دجى وذي قيام وشر من ينفس في العقود وشر ساحر وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واحدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لوز لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالخير ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل حامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النار والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحي الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليا حداقة ونورا وفي السراج يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وأذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير رازقا ختما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن ماذا وفي إيماني لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا ولي هب ترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافظا وراجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومضيفا بكل ما ينفعني وبالكفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغنني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبح وتغني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعل لي يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك
وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا لي سالكا وناسكا أنوكا تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الانتقام وجنة لسالك المريد وجنة على هادف المريد ومنفعا لكل عاد المسلمين ومنفعا عن كل عاد المجرمين وعجبا لمن بذنوبه اهتدى وحجة على مخالف الخدا ومرتبا لطاعة الرحيم ومهربا بطاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومسلكا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفضل خير الغيب وسببا لدفع خير الغيب وأرضونا أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى كل سوء داري وفي لمن بنوا بنا الرفيع وفي لمن أمرهم به جميع ولجميع من آمنوا على بنائها الذي بفضلك اعتلى وفي لكل من بها قد سكنا وللذي لها لغير لكنا وتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بالانبياء ورزقا الأطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليد في بعلم ينفعون وليعد السيد بقلب يخشون وليأتي دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تشبعون وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسئلا كنفس لك أبدا علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرعة قادر نفسك على داري وما فيها جميع المسجلات وتلقي الجميع في مكنوني غيبك وارجمنا عن الفتون وأسرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدور ومسكني المسكن الغفران والرشد والعرفان والرجوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجعلوا دربا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعلوا مسكن الخروج من ظلم بالنور وفي عنه كل من ظلم وجعلوا دربا مسكن اتباع بسنة الله مسكن ابتداء وجعلوا يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السمين ودم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن برزقك كفيلا ضامنا واجعل لها الخير من الجهاد أسد وفيها عن الآفات خذني عن الشيطان يا جميل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ هذا الأمر يا فارق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن اصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن
ليتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان بالأقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إذنا ودربا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر مدى على محمد الوسيلة لك وليا حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وأهلي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وأهلي الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة